يوم 10 مايو سنة 1990 في مطار برمنجهام الدولي بتبدأ الطيارة BAC-111 في الإقلاع عشان تبدأ رحلتها رقم 5390 المتجهة من برمنجهام لمنتجع ملقا السياحي في أسبانيا. وبعد 13 دقيقة فقط من الإقلاع وعلى ارتفاع 7000 قدم ينفجر الزجاج الأمامي بتاع كابينة الطيار، ويتفاجئ الطاقم كله بأن الطيار مشفوط بره الكابينة وجسمه على هيكل الطيارة من الخارج، عشان يعيشوا واحدة من أفظع الكوارث الجوية في التاريخ واللي غيرت كل حاجة بعدها. أهلا بيكم في قناة الراوي. قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. في حلقة النهاردة هنحكي عن قصة الرحلة رقم 5390 وقصة نجاتهم الأعجوبية. قصتنا بتبدأ يوم 10 مايو سنة 1990 في يوم عادي في مطار برمنجهام الدولي. بدأت الطيارة BAC-111 في إنها تستعد للرحلة رقم 5390 المتجهة من برمنجهام في بريطانيا لمنتجع ملقا السياحي في أسبانيا. وزي أي يوم عادي بدأ طاقم الطيارة بإنهم يستعدوا للرحلة. بس في البداية خلينا نتعرف على طاقم الطيارة. أول واحد معانا وهو كابتن الطيارة الكابتن تيم لانكستر، واللي عنده خبرة كبيرة جدا في مجال الطيران المدني. بالإضافة للطيار كان في 3 مضيفين طيران وهم نايجل أوجدن وسايمون روجرز ومضيفة الطيران سو برينس، وأخيرا مساعد الطيار أليستر أتشيسون، واللي كان عضو جديد أول مرة ينضم للفريق في الرحلة دي. المهم بدأ الفريق بأنهم يرحبوا بالعضو الجديد اللي هو مساعد الطيار، وخرجوا عشان يتجهوا للطيارة عشان يبدأوا رحلتهم، وهم مش عارفين إن كمان دقايق هيعيشوا واحدة من أصعب المواقف اللي هيعيشوها في حياتهم واللي عمرهم ما هينسوها طول ما هم عايشين. كالعادة بدأ مساعد الطيار أليستر أتشيسون بعمل فحص أو إنه يعمل تشيك سريع كده على الأجزاء الأساسية بتاعة الطيارة زي عجل الطيارة والمحرك والأجنحة، وبعد ما اتأكد إن كل حاجة تمام اتوجه لكابينة الطيارة عشان يبدأوا الرحلة. ولما دخل الكابينة الطيار قال له إن الطيارة حصل لها عملية صيانة وتجديد الليلة اللي فاتت، وإن من ضمن التجديدات اللي حصلت للطيارة إنهم غيروا الزجاج الأمامي بتاع كابينة الطيار. وبعد دقايق قليلة بدأت الطيارة في الإقلاع، واستعد الركاب إنهم يقضوا رحلة هادية وممتعة. وزي أي رحلة طيران عادية بدأ الكابتن إنه يعرف نفسه للركاب، وبدأت المضيفة بشرح إجراءات السلامة كالعادة بشكل روتيني زي ما بيحصل في أي رحلة طيران. وكالعادة ما كانش حد مديها اهتمام خالص، لدرجة إنهم ما كانوش بيبصوا عليها أصلا. اللي كان بيقرا مجلة واللي كان بدأ ينام، وما كانش حد بيبص عليها خالص. وبس كده استمرت الطيارة في الإقلاع لحد ما ارتفعت عن الأرض وبقت في الهواء، واللي المفروض في خلال ساعتين بس تكون الطيارة وصلت في أسبانيا. لحد دلوقتي وكل حاجة ماشية بشكل طبيعي زي أي رحلة طيران عادية. بس بعد دقيقتين من الإقلاع وبعد ما الطيارة استقرت في الجو، الكابتن تيم لانكستر بيشغل وضع الأوتو بايلوت وفك حزام الأمان وفرد ظهره كده واستعد إن هو ياخد الفطار بتاعه. وبدأت وجبات الإفطار تتقدم لطاقم الطيارة. في خلال 13 دقيقة من الإقلاع الطيارة بقت على ارتفاع 17300 قدم. بس ساعتها وفي جزء من الثانية الوضع اختلف تماما. مع صوت انفجار هز الطيارة بالكامل، الزجاج الأمامي للطيار يتخلع من مكانه ويطير في السماء، وكابينة الطيار تتملى بضباب أبيض كثيف، وده علامة واضحة على تغير الضغط جوه كابينة الطيار. وفي عز الصدمة يتفاجئ مساعد الطيار أليستر أتشيستون هو وباقي أفراد الطاقم إن الطيارة بتغوص بيهم لتحت، حرفيا نازلة تغطس ناحية الأرض. طبعا مساعد الطيار بدأ يحاول إنه يستدرك الموقف ويحاول يتحكم في الطيارة اللي بتغوص دي، وما كانش عنده الوقت إنه يفكر في الطيار اللي جنبه الكابتن تيم لانكستر، واللي كان مشفوط بره الطيارة، حرفيا جسمه بيتشمل بره الطيارة، جسمه بالكامل على هيكل الطيارة الخارجي ومتعلق بس من كعب رجليه في عصاية القيادة، وده خلاه يسحب العصاية لقدام، وده السبب اللي خلى الطيارة تبدأ تغوص لتحت ناحية الأرض بسرعة مهولة وصلت ل 400 ميل في الساعة. في نفس الوقت ده مضيف الطيران نايجل أوجدن بعد ما فاق طلع يجري على كابينة القيادة عشان يفهم ايه اللي بيحصل، وأول حاجة شافها هو الكابتن بتاعه وهو متعلق من رجليه وجسمه بره الطيارة. فاللي هو أول ما شاف الوضع
الوضع ده قال يا لهوي يا خرابي، وراح نطت جوه الكابينة وماسك في الكابتن بتاعه من رجليه. كل ده والكابتن بره الطيارة مواجه رياح درجة حرارتها 17 درجة تحت الصفر، وسرعتها وصلت ل 390 ميل في الساعة، عمالة تشمل في جسم الطيار لدرجة إن القميص بتاعه طار من على جسمه. طبعا مساعد الطيار أليستر أتشيستون كان في الوقت ده عمال يبعت رسائل استغاثة لبرج المراقبة، واللي كانوا سامعين صراخه بوضوح هو وباقي الطاقم، لكن للأسف أليستر ما كانش سامع أي حاجة منهم بسبب الإعصار اللي جوه الكابينة، وفي نفس الوقت كان بيكافح عشان يحاول يسيطر على الطيارة اللي لسه بتغوص بسبب إن عصاية القيادة متعلقة في رجل الكابتن اللي متعلق بره. وضع مأساوي في واحد من أكتر خطوط الطيران ازدحاما في العالم. مساعد الطيار ما كانش بس بيواجه مشكلة إنه يخبط في الأرض والطيارة تتفرتك، لأ ده كمان كان بيواجه خطر إضافي، وهو إنه يصطدم بطيارة تانية في الجو قبل ما يوصل للأرض، وكده الخسارة هتبقى في 2، وبدل ما كانت كارثة واحدة هتبقى كارثتين. بعد شوية مضيف الطيران التاني اللي هو سايمون روجرز يسمع الضوضاء اللي طالعة من كابينة القيادة، ويقرر يدخل هو كمان، عشان أول ما يدخل يقول يا مصيبتي، ويطلع يجري ويمسك في مضيف الطيران الأول نايجل أوجدن اللي ماسك في الطيار، واللي كانوا قربوا يتشفطوا هما الاتنين بره الطيارة. فجات له فكرة، وهي إنه لو قدر يمسك بإيد واحدة في حزام الأمان اللي في كرسي الطيار هيقدر يمسك في المضيف الأول اللي هو نايجل أوجدن بالإيد التانية، وبكده يكون قدر إنه يثبت الاتنين مع بعض، وفي خلال دقيقة الفكرة تنجح، ويقدر إنه يثبتهم بشكل كويس، وينجحوا في إنهم يخلصوا عصاية القيادة من رجل الكابتن تيم. بس مساعد الطيار يعمل حركة غريبة جدا ويفاجئ الكل، وبدل ما يحاول يبطئ من سرعة الطيارة اللي بتغوص لتحت قرر يستمر في عملية الانحدار والهبوط السريع بتاع الطيارة. فطبعا الطاقم كله استغرب وما كانش فاهم مساعد الطيار بيعمل كده ليه، بس في الحقيقة إن مساعد الطيار ده كان عبقري وعمل الحركة دي بسبب عدة أسباب. أول حاجة إن لما ينزل لتحت قريب من سطح الأرض هيبقى في مستوى بعيد عن مستوى تحليق الطيارات التانية اللي معاه على نفس الخط، وبكده يكون اتخلص من خطر الاصطدام بطيارات تانية في الجو. تاني حاجة وهو انه كل ما ينزل لتحت كل ما تركيز الاكسجين في الجو هيزيد، وده اولا هيعطي فرصه للطيار انه يتنفس، وكمان عشان يوفر اكسجين للركاب، عشان اصلا كميه الاكسجين اللي موجوده على الطياره مش هتكفيهم غير فتره قصيره جدا، وبالتالي هيقلل فرصه ان حد يصاب بالاختناق بسبب نقص الاكسجين، واللي ممكن تؤدي لحالات من الاغماء وتشنجات لكل اللي في الطياره، واولهم الطيار الغلبان اللي متعلق في الهواء في كل الظروف دي. ومع الركاب كانت المضيفه الثانيه سو برنس بتحاول تهدف الركاب المرعوبين، واللي اتمكنت منهم حالة من الذعر الصامت واليأس. بعضهم بدأ في البكاء، وشوية تانيين بدأوا يصلوا، وكانوا خلاص فاكرين إن دي النهاية، وإنهم في خلال ثواني هيكونوا في إعداد الموتى. واستمرت الطيارة في الهبوط حسب خطة مساعد الطيار علشان توصل لارتفاع 11,000 قدم، بعد ما كانت على ارتفاع 17,300 قدم في خلال دقيقتين ونص فقط. وعند اللحظة دي بدأ مساعد الطيار في تخفيف سرعة الطيارة بشكل تدريجي، وفي الوقت ده جسم الطيار اللي اتعلق بره بقى على جنب الطيارة بدل ما كان فوق على ظهرها، وطبعا الدم مغطي كل الزجاج الجانبي. وكان مضيف الطيران نايجل أوجدن بيحكي في مقابلة وبيقول إن كل اللي هو فاكره منظر الطيار ووشه بيتخبط في الزجاج الجانبي، لكن الغريب إنه شاف الطيار مفتح عينيه على الآخر، وبالرغم من كل الظروف دي الطيار ما كانش بيرمش خالص بعينيه، يعني جسمه وراسه عمالين يتخبطوا في الزجاج لكن مفيش أي رد فعل من الطيار. وده خلى الطاقم كله يتأكد إن خلاص الكابتن بتاعهم ما عادش على قيد الحياة. في الوقت ده الطاقم تملكته حالة من الحزن واليأس، وبدأ مضيف الطيران نايجل أوجدن اللي ماسك في الكابتن في إنه يفكر إنه يتخلى عن جثمان الطيار ويسيب رجليه، لكن بعد تفكير مساعد الطيار بذكائه وحكمته يأمره إنه يفضل متمسك بجثة الطيار مهما كلفه الأمر، وإنه ممنوع يسيبه أبدا. وده برضه بسبب إن زي ما قلنا في الوقت ده كان جسم الطيار على جنب الطيارة بشكل مباشر أمام المحرك، وبالتالي وقت ما يسيبوا جثة الطيار أول حاجة هتخبط فيها هي المحرك، وده أكيد هيؤدي لكارثة فظيعة وهيقضي على أي أمل في إنهم ينزلوا بالطيارة وينقذوا باقي الركاب. وبعد ما بقت الطيارة على ارتفاع 11,000 قدم ساعتها مساعد الطيار يسمع أول إشارة من برج المراقبة، ويبدأوا يوصفوا له طريق الهبوط في أقرب مطار ليه. وعشان لو تفتكر زي ما قلنا في الأول خالص إن مساعد الطيار أليستر أتشيسون كان عضو جديد أول مرة ينضم للفريق، ومطار ملجا ده عمره ما عمل فيه عملية هبوط قبل كده، وبعد اللي حصل للطيار بقى هو اللي بيسوق الطيارة لوحده، ومهمة قيادة الطيارة دي موكلة لشخصين ما يقدرش حد فيهم يستغنى عن التاني.
وعشان كده عملية الهبوط دي كانت أصعب عملية هبوط مساعد الطيار يعملها في حياته. بعد فترة صغيرة من التواصل مع برج المراقبة، أليستر قدر إنه يشوف الرانواي أو الطريق اللي المفروض يهبط عليه، عشان بعد دقايق يقدر مساعد الطيار أليستر أتشيسون إنه يهبط في مطار تاون هامبتون بنجاح، والطيارة تقف وينقذ حياة 81 راكب بالإضافة لطاقم الطيارة بالكامل. وساعتها أليستر ينهار ويفقد أعصابه بعد ما عاش واحدة من أكتر المواقف المرعبة اللي عاشها وهيعيشها، وهو مش مصدق إنه قدر يخرج من الموقف ده وهو لسه حي. وفي عربية الإسعاف بعد ما جثمان الطيار المتجمد نقلوه من الطيارة، ما كانش حد متوقع إن ممكن يكون الطيار نجا أصلا من الموقف ده، بس فجأة الطيار يفتح عينيه ويبدأ وكأنه بيرجع من الموت ويفوق من الغيبوبة ويتفاعل مع المسعفين اللي حواليه، ويتفاجئ كل اللي في المكان وينقلوه على طول للمستشفى. وعشان تحصل معجزة ويخرج الكابتن تيم من الحادثة دي فقط ببعض الإصابات البسيطة، بحيث إنه حصل له بس كسر في دراعه اليمين وصباعه الإبهام وبعض الكدمات، عشان بعد 5 شهور الكابتن تيم لانكستر يتعافى تماما ويرجع يمارس عمله كطيار مدني مرة تانية بدون أي مشاكل. طبعا بعد الحادثة دي تم تكريم كل طاقم الطيارة والطيار من ملكة بريطانيا بنفسها، فحصل كل من مساعد الطيار والمضيفين الأربعة على وسام الملكة على الخدمة القيمة في الجو، كما حصل أليستر أتشيستون مساعد الطيار على جايزة بولاريس علشان قيادته الجوية. استنى بس، القصة لسه ما خلصتش. بعد الكارثة دي مكتب تحقيقات حوادث الطيران في بريطانيا قال احنا لازم نعرف ايه اللي حصل بالظبط، وفعلا بدأوا يدوروا ورا السبب. أول حاجة اكتشفوها إن الزجاج الأمامي في الطيارات بيتركب عادة من الداخل للخارج، وده لسبب بسيط جدا، وهو إن الضغط العالي جوه الكابينة بيساعد يثبت الزجاج مكانه، وده بيتسمى بمبدأ القابس أو البلاك برينسبل. بس طيارتنا الحلوة BAC 111 قالك لأ، احنا هنكون مميزين ونركب الزجاج من بره لجوه ونثبته ب90 مسمار. والله 90 مسمار. المهم بعد بحث ودوشه لقوا الزجاج المتحطم في منطقه اسمها ديدكوت، وابتدوا يربطوا الخيوط سوا. ومن هنا تظهر الثقافة العبقرية اللي بتقول ننجز المهمة وخلاص، مش لازم نعملها صح. وده اللي حصل بالظبط. قبل الرحلة ب27 ساعة مدير الصيانة بنفسه قرر انه يغير الزجاج الامامي للطيارة. الراجل ده كان ماسك صيانة كذا طيارة وقالك أنا فاهم في شغل كويس ومش محتاج أراجع الكتالوجات والكلام الفاضي ده، وفعلا اشتغل من غير ما يفتح مانوال واحد. طلع فوق على رافعة وبدأ يفك المسامير القديمة، بس لقى إنها متآكلة جدا، فقرر إنه يغير المسامير والزجاج مع بعض. وهنا الكارثة، بدل ما يشوف المقاس الصح في الكتالوج اعتمد على الذاكرة بتاعته وقال أنا فاكر إن المقاس كان A211 7D، بس الحقيقة إن المقاس الصح كان A211 8D، واللي ليه نفس العرض بس أطول بربع سنتي. فعمنا ده قام رايح المخزن يدور على مسامير من النوع 7D، ومشرف المخزن شافه وقال له احنا عادة بنستخدم مسامير من النوع 8D للطيارة BAC 111، بس مدير الصيانة قال هتلاقيه مش فاهم حاجة وما ادالوش اعتباره وراح يكمل تدوير على مسامير من النوع 7D. ولما فتح صندوق المسامير لقى فيه 4 مسامير بس من اللي هو عايزهم، وهو محتاج 50 مسمار، فراح اخد بعضه ورايح على مخزن تاني في المطار. وهنا دخلنا في مسلسل رعب. خد عندك الملصقات اللي كانت على الصناديق كانت متقطعة والإضاءة ضعيفة ونظره ضعيف، وخد التقيلة مش لابس نضارته، يعني ظروف مثالية انك تغلط الغلطة اللي تخلي طيار يتشفط بره الطيارة. فالمهم الراجل ده يعطل ابدا، قرر انه يقارن المسامير كده بعينه بالبركة كده يعني، لحد اما لقى مسمارين شبه بعض وقال لك تمام كده هو ده المقاس الصح، وراح مجمع 84 مسمار وحطهم في جيبه وطلع على الطيارة. بس اللي الراجل ده مهوش عارفه انه خد مسامير من نوع تالت خالص. المسامير اللي خدها كانت من نوع A211 8C، شبه 7D في الطول بس ارفع بحوالي 66,000 سنتيمتر. وعلى فكرة ده كفاية جدا انه ما يثبتش الزجاج كويس. والمصيبة ما خلصتش هنا، الراجل رجع وركب المسامير وهو واقف بره الطيارة بزاوية ملخبطة جدا وكمان من غير نضارته، فبقى بيركب المسامير بالاحساس كده وعلى العمياني، وطبعا ما كانش شايف ان في مسامير اتزحلقت من مكانها وما اتركبتش اصلا. فالراجل ده راح مخلص شغله وقال كده تمام، ونزل وراح على بيته ينام بعد ما زرع قنبله موقوته في الطياره. تاني يوم الصبح الطياره هتطير ومفروض يكون في فحص نهائي، بس محدش بص على الزجاج الامامي. طب ليه؟ اولا لان مدير الصيانه بنفسه هو اللي ركبه ومين يراجع وراه، وثانيا
لأن الناس كانت شايفة إن الزجاج الأمامي مش من الحاجات المهمة اللي لازم تتراجع قبل الإقلاع. بس في الحقيقة لو حد كان بس بص عليه كان هيلاحظ إن في مسامير مش متركبة أصلا، وعشان تطير الطيارة وتحصل الكارثة اللي حكينا عنها. فالمهم بعد ما مكتب التحقيقات عرف سبب الكارثة دي، طبعا راحوا واستدعوا مدير الصيانة وهو جاي الشغل الصبح. راحوا ماسكينه من ايده وقالوا له اتفضل معانا. هو طبعا الراجل ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل. فالمهم الراجل قعد وتلاقى واحد جاي يقول له ان هو السبب في الكارثة اللي حصلت في الطيارة. طبعا مدير الصيانة كان في حالة من الذهول وكان في موقف لا يحسد عليه. تخيل تبقى رايح الصبح الشغل بتاعك وفجأة تلاقي ناس جايين لك يقول لك انت السبب في الطيارة اللي كانت هتنفجر امبارح. ربنا ما يحطنا في الموقف ده يا عم. وطبعا وجهوا له سلسله من الاتهامات، ومن الاتهامات دي انه ما استخدمش الكتالوجات والادله الفنيه واعتمد على ذاكرته في اختيار المسامير. تاني حاجه انه اشتغل في ظروف اضاءه ضعيفه ومن غير ما يلبس نظارته الطبيه رغم انه محتاجها عشان يشوف التفاصيل الدقيقه. تالت حاجه ان ما حصلش اي مراجعه او تفتيش على شغله من زميل تاني، وده كان خلل كبير في نظام الجوده والسلامه. التحقيقات ما اكتفتش بكده، بل وجهت اللوم كمان على إدارة الصيانة في مطار برمنجهام، وده عشانهم ما كانوش بيراقبوا شغل مدير الصيانة بشكل مباشر، وما كانوش بيفرضوا إجراءات تحقق مزدوجة في المهام الحساسة اللي زي دي. أما بقى عن مصير المهندس فالتقارير بتقول إنه تعاون بشكل كامل مع التحقيق واعترف بالأخطاء اللي ارتكبها، وكمان قدم تفسيرات لكل خطوة عملها. لكن مفيش معلومات مؤكدة عن انه تعرض لمحاكمة جنائية او اتحكم عليه بالسجن. اللي حصل فعلا هو ان الحادثة دي كانت جرس انذار قوي خلى شركات الطيران تعيد النظر في اجراءات الصيانة وتفرض رقابة اشد وتدريب افضل للمهندسين علشان ما تتكررش الكارثة دي. وفي النهاية القصة دي بتفكرنا ان الاهمال في التفاصيل الصغيرة ممكن يؤدي لكوارث كبيرة، وان السلامة في الطيران مش بس مسؤولية فرد ولكن مسؤولية نظام كامل لازم يشتغل بكفاءة وانضباط. وبس كده يا عمنا، انت لو وصلت للنقطة دي في الفيديو فده معناه ان القصة عجبتك. وعايز اقولك على حاجة، الفيديو ده بيتسجل بقاله حوالي سنتين. والله بكلمك بجد، حتى لو ركزت هتلاقي صوتي مختلف في اول الفيديو عن صوتي دلوقتي، وده عشان كل ما ابدا شغل في الفيديو ده حاجة بتوقفني معرفش ليه. بس الحمد لله يعني لو انت بتسمعه دلوقتي معنى كده ان الفيديو ده خرج للنور، فما تبقاش وصلت للنقطة دي يعني وما تعملش سبسكرايب يا عم، يعني ادينا اي حاجة يا اخي. وبس كده يا عم، اشوفك في فيديو جديد، سلام.